ازيك يا دكتور؟ ازيك، اخبارك ايه؟ لا والله. الحمد لله. نلعب مع حضرتك لعبه خفيفه كده اسمها حصل ولا ما حصلش. يلا بينا. عرفنا ان الدكاتره بيقولوا عليك اسمك تريزيجيه. ده بسبب تاجيلك للعمليات ولا بسبب سرعتك واتقانك للعمليات؟ لا، هو ما حصلش خالص. هم طلعوا عليا اسم تاني، يعني ممكن طلعوا عليا اسم الكراون كينج او طلعوا عليا التربو. ايوه حصل ولا ما حصلش؟ عميل كان شعره ابيض وفاكر انه لما يزرع هيطلع اسود. ده حقيقي صراحه، حصل وناس كتير قوي بتفكر فعلا ان هو لما شعره يطلع هيبقى اسود او هو هيبقى ابيض. بس ستيل انا لما باجي اخد الجرافت لو هي سودا جدرها ابيض او العكس عموما بيطلع زي ما هو. المجمل اللي الناس لازم تعرفه ان انا باخد الكرافتات الكبيره عشان هي دي اللي بترمي معاك كثافه. فانا مش طبيعي انا ايده الاسود واسيب الابيض كده، هيبقى كروهات. فيسكوز ده؟ مين؟ فيسكوز ده نوع ما نبقى نصبغه في الاخر، فاهم؟ العميل كان نفسه يزرع 7000 دراسه مرحله واحده مره واحده كده. حصل. كان هاي اكسبكتيشن حلوه جدا، وعايز اقول لك ان هو درجه 7 سي، ومفكر ان هو جاي عايز يعمل الخط اللي هو التركي الجميل ده وترابيزات بلياردو ويزرع دماغه كلها ب 7-9000 جرام. اللي هو منين؟ لو انا جايب لك منين يا المانيا وانا التامين الصحي؟ عميل كان فاكر ان الشعر المزروع ما ينفعش يتغسل اصلا. المزروع، بص هو يعني خلينا نقول ان هو حصل مع حاجات معينه بس بطريقه معينه. يعني هو فكر ان هو ده شعر انا محتاج ان انا اطوله بطول معين او اعمله بطريقه معينه. ده شعرك، ده فرو، اعمل اللي انت عايزه. عميل فضل صاحي 3 ايام عشان خايف من نتيجه العمل. حصل كتير. ناس كتير قوي ما بتعرفش تنام على ظهرها. في ناس كتير قوي متعوده انها تنام على جنب او تنام على بطنها حتى. تيجي بعد العمليه يقول لي انا قدرت ال3 ايام محجر نفسي كده قاعد طول ال3 ايام قاعد نام على ظهري. انا عايز انام، عايز افصل. عميل ما كانش يعرف السايد افكت بتاع الفينسترايد واتفاجئ منك وكان رد فعله. لا هو استحاله، يعني ده الكلام ده استحاله، لان انا كده اصلا اي حد بمشيه على الفينسترايد لازم يبقى عارف كل تفصيله عنه سواء الفينسترايد او غيره. عموما الفينسترايد هو الحاجه الوحيده اللي منظمه الصحه العالميه اثبتت ان هي علاج فعلي للشعر الوسط، ولكنه هو علاج برضه ستيل بيأخر الشعر كوقوع اطول فتره ممكنه. بيمنع تحويل الهرمون الذكوره اللي هو التستوستيرون لداي هيدروتستيرون. الاقوى منه الدوداسترايد، بس الدوداسترايد مشكلته ان هو بيعمل مشاكل دايمه ممكن تقعد 3 شهور. الفينسترايد قوي جدا بس مشاكله ان هو بيعمل ضعف انتصاب او قله في الحيوانات المنويه 1 لكل 100 على مدار ان انت بتاخد جرعات كبيره وفترات طويله. طب احنا بنتفادى المشاكل دي بان احنا ناخد جرعات قليله على فترات متقطعه، بالتالي الكيرف بتاعه بيفضل متقاطع فما بتحسش منه باي حاجه، بس بيديك استقرار لشعرك القديم حلو جدا خصوصا مع المينوكسيديل. حصل ولا ما حصلش؟ عميل كانت المنطقه الملح عنده ضعيفه وجاب اسوق وقال لك عايزك من المنطقه الملح بتاعتك طويله. حصل. جاب لي ابنه والله جاب لي ابنه وقال لي انا هاخد من ابني وعايز ابقى سيلفستر السنوني. والله العظيم جاب لي ابنه وجاب لي عياله ال3 يعني. اختار يا مصطفى اللي انت عايزه يا حبيبي. استحاله ينفع ايفن حتى لو هم توأم، استحاله، لان الشعرايه ده العضو الحي الوحيد اللي ما ينفعش يتنقل من شخص للتاني. الجسم بيحصل له ريجكشن نتيجه حاجه معينه كده في الدي ان اي بتاعه. لو المنطقه الملح اصلا عندي ضعيفه انا ممكن اسرع من شعر ده مثلا. ممكن ناخد من شعر الدقن، من شعر الصدر، من شعر الفخذ، من شعر الايد، من شعر الرجل. كل شعره ليه مكانه وليه فتره تحضيره وليه طريقه ان انا اخده بيها والماتيريال بتاعته. عاملين شكله اتغير لدرجه ان حصل له مشكله في البضاعه ولا هو مسبوق. حصل كتير جدا، ومنهم كان المهندس اشرف هو كده عارف. اسكت. وكان في عميل تاني كان وقفوه في المطار اصلا. مش فاكرك يا اب، لان هو اتحول من شخص لحسين فهمي. هوريك صورته. عميل بعد ما زرع شعره حس انه ايه دنجوان كده، حصل له مشكله مع مراته. حصل كتير واتجوز تاني وتالت. انا عايز اعرف مين اللي قال اللي واكل معاك عيش وملح بيصور القشره عشان اتفق وشه. بتحب تتعامل مع الرجاله اكتر من الستات في العمليات؟ يعني ممكن نقول ما حصلش، لان بالنسبه لي هو كل واحد بيعرف تفاصيله ويعرف دنيته فيها ايه، وانا ما بعملش حاجه خارج نطاق الكتاب. الرجاله الصراحه عشان ما اكذبش يعني. وانت قاعد بتتفرج قدام التلفزيون كده شفت ممثل قديم عنده صلع، حبيت تزرعها،
حصل، لان انا كده كده اصلا كان في حتى ممثلين اوريدي انا زرع لهم قبل كده، بس طبعا الناس دي ما ينفعش نقول اي حاجه عنهم، انت فاهم.